بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم أخواتي جيتكم بطبق الخرشف مع فطر بالجزر والزيتون. تابعوا معي إلى الآخر حتى تعرفوا التفاصيل. هاي المقادير: كمية من الفطر، كمية من الرز بعد ما كنت طيبته وقطرته وتبلته، ودرت معه قليلا من صدر الدجاج بعد ما فرمته. ديري له توابل: كمون وثوم وكزبرة خضراء وبصل وقليلا من الكزبرة المطحونة والفلفل الأسود. عندي قطع من الدجاج، زيتون، خرشف بعد ما كنت نظفته وغسلته، مع الجزر كذلك نظفته وغسلته. بيضتان وحسب الاستعمال. تجيبي اولا تقطعي الجزر الى دوائر، وتقطعي كذلك حبات الزيتون حسب الكمية اللي عندك هكذا. قسمي الزيتون، كل حبة تقسميها إلى نصفين. هنا هو تحبي تخلي حبات الزيتون كما هما بعد ما تكوني طبختي الزيتون هذا، تطبخيه في الماء. لاصوص كنت درت فيها البصل والثوم وطبختها، قليتها جيدا مع التوابل: كمون وفلفل وقليلا من الملح والبهارات. الخرشف هذا تغسليه، ديري له تعصري ليه حبه قرص باه ما يتغيرش اللون تاعو، تملحيه وتنحي له الزوائد اللي فيه، هذا كل الخيوط اللي فيه هكذا. مرقة تاع الجزر والزيتون والفطر، ديرهم في الكوكوط جانبا، تسكري عليهم جانبا، وتحشي الخرشف هذا. الخرشف تحشيه بالعقدة هذه اللي حضرتيها هكذا. تعمريه ثم تغطي هذاك الخرشف اللي في الاول، تغطيها بخرشفة من الفوق، وتنحي هذوك الزوائد اللي لما تضغطي جيدا تخرج لك الحشوة، تنحيها هكذا. حتى تكملي الكمية اللي عندك. تربطي من الجوانب بعد ما تكوني ضغطتي، او تربطيها بالخيط كما حبيتي. الكمية تاع الروز اللي بقات لك هذيك ديريها كويرات، وتقطعيهم في الفريناء ثم في البيض هكذا.
كملي كاع الكميه اللي عندك. تقليهم. كذا كملي كل الكميه اللي عندك. تقلين في المقلاة، هكذا تحمريهم في المقلاة. ولاو الدجاج تكوني كذلك تبليه وتقليه. الخرشف هذاك ثاني كذلك لما يطيب تفوريه او ديريه مع الصوص، ديروا اصوص وحده وتسكريه. لما يطيب تعاودي تحمريه بنفس الطريقه، تقطعي في البيض ثم ديريه في الفارينة او العكس وتحمريه بهذا الشكل وتحصلي على هذا الطبق. متنساش اخواتي ديروا اشتراك وديروا جيم وبارك الله فيكم.